بص انا بتكلم في ايه وبرضه حضرتك بتتكلم في ايه؟ بابا ده مش موضوعي. يا عبيط افهم، انا مش برفض لمجرد الرفض ولا انا عايز اتحكم فيك. البنت اللي انت بتجري له وراها دي اهلها ناس بيستغلوك. في حد يتشرط على حد عشان تخطب بنتهم لازم يكون عندك عربيه ملاكي؟ مع ان انا دافع على ابويا مرتين في الطلاق، كل ما يشوف وشك معيش شك اسمع معلش هتقل على حضرتك. انا شايف وعارف اكتر منك. محدش بيقدر يتحكم في نصيبه، وبعدين ما تاخدهاش بذنب اهلها. هي البنت كويسه بس تمام شكرا، هو ده اللي انا عايزه. على رأي المثل العم ما بينشراش لكن الخال بينشرى. هو انت فاكر لما بتتجوز بتاخد البنت لوحدها؟ ده انت بتاخدها هي واهلها. ندى غيرهم والله، انا عايزك تصدقني انا عارفها كويس. ندى غيرهم؟ ما انا لو حاسس ان ندى غيرهم ما كنتش خدتها بذنب اهلها وكنت انا اول واحد باركت الجوازه. بس انا شايف ان هي برضو بتستغلك زيهم. ده انا كل ما افتح الدولاب بتاعك الاقي فستان حريمي. ايه ده يا عمر؟ اصل جايبه يا بابا العيد ميلاد ندى. في حد بيتولد 9 مرات في السنه؟ انت مش بتفكر يالا؟ ده انا نازل اصلي الجمعه لقيت نفسي لابس جزمه حريمي بكعب. ايه ده يا عمر؟